اهلا بكم يا حبايبي، وحشتوني كتير كتير. يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنخلل مع بعض اللفت، وهنضيف ليه معلقه واحده كده موجوده في كل مطبخ، هتخليه مقرمش لغايه اخر واحده. اللفت معانا هو زي الفل. احنا دلوقتي هناخده نغسله عشان نشيل منه الطينه اللي موجوده في الجذور ديت وفي العروق، هننقعها شويه وبعد كده نغسله غسله حلوه، وهنعمله بالشكل الجميل دوت. ايه رأيكم في بطرمان اللفت الجميل دوت؟ شكله يفتح النفس من قبل ما يستوي. يلا بينا نشوف البطرمان الجميل ده عملناه ازاي. انا هنا خدت اللفت غسلته بعد ما نقعته شويه، ونزلت منه الطينه اللي في الجذور وفي العيدان، غسلته غسله كويسه. دلوقتي بقى هنقطعه. يلا بينا. انا هنا جبت بوله، انا مش هحتاج العيدان دي كلها، هاخد على قد اللي انا محتاجاه. خدت بس يا دوبك نقطعها كده على 2، وابتدي بقى ان انا انضف اللفتايه بتاعتي. هشيل الجذور بتاعته اللي هي عباره عن فتل كده فيه، هشيلها بالسكينه كده طبقه رقيقه. وبعد ما اشيلها اي حته في اللفت مش عاجباني هشيلها بالسكينه كده من على الوش، واخليها معايا نضيفه كده وزي الفل. اهي هبتدي بقى ان انا دلوقتي اقطعها. طبعا التقطيع ده كل واحد وذوقه واختياري، حسب ما تحبي تقطعيه قطعي الشكل اللي يعجبك. انا هنا قسمتها على 2، وهبتدي اقطعها شرايح كده سمكها وسط، مش رفيعه قوي ولا تخينه. بصوا حبايبي، انا عملتها بالسمك ده. طبعا اللفت بيبقى جميل جدا في الشتاء جنب الاكل الجميل اللي احنا بنعمله، وما بيبقاش حادق برضو قوي، وفي ناس كمان بتحب تشرب الميه بتاعته. انا هنا معايا هي لفتايه تانية بنضفها بنفس الطريقه. نعملها دي بطريقه تقطيع تانية. انا هنا قطعتها بالطول، وبعد كده هقسمها 2 بالعرض، وهقطعها شرايح كده. اللفت حبايبي فيه نسبة فيتامينات عالية ومفيد لكذا حاجة. انا هنا بقطع اللفت اهو، هكمل بقى الباقي وارجع لكم. ادي اللفت بعد ما قطعناه شكله يفتح النفس بصراحة. بصوا حبايبي الحلاوة والجمال. هاخده بقى هنا انقعه بشوية مية تاني بعد ما قطعناه بالطريقة ديت. انا هنا نقعته اهو في شوية مية. على ما اخلص المحلول اللي هعمله بيه هسويه بيه. هنا طبعا معايا البطرمان غسلاه كويس، ومعايا ملح، ومعايا بنجرايه. البنجرايه دي انا غسلاها ومقطعه العروش بتاعتها. هنا بقى في البطرمان انا غاليه ميه وسايباها تبرد، نزلت في البطرمان بالميه. ومعايا بقى هنا معلقه سكر كبيره، وده سر القرمشه بتاعته. وهنزل ب3 معالق ونص من الملح، معالق كبيره. ادي معلقه 2 3، وهنزل بنص معلقه كمان، وهبتدي اقلب الملح والسكر. بعد ما قلبناه وغسلت اللفت كويس، انا هنا قلبت الميه كويس ما خليتش فيها اي ملح خالص، واللفت غسلناه زي الفل اهوت قدامنا. هبتدي بقى ان انا اعبيه في البرطمان سوري.
هخلصه كله وارجع لكم تاني. هنا بقى معايا البنجرايه، هي بنجرايه هي صغيره مش كبيره. استنوا نشطف كده الطبق علشان انا هنا هقطع البنجرايه في الطبق بتاعنا. وانا بقطعها مولعه على شويه ميه في الكاتل صغيرين. هكب كده حبه ميه صغيره مغليه وهسيبها لغايه ما تبرد، تكون نزلت الميه بتاعتها. انا هنا حطيت كمان نص بنجرايه تانية عليها عشان البنجر ما نزلش لون احمر كتير. وهنزل بالبنجر على اللفت بعد ما نزلناه كده بمعلقه اللي انا قلبت بيها المحلول، وهحاول اقلب كده اللفت عشان يدي لون كله زي بعضه. بص لونه وردي وجميل ازاي. وممكن كمان بعد ما اقفل البرطمان هقلبه كده عشان يدي لون كله واحد. انا هنا جبت كيس وحطيته على البرطمان وقفلت الغطا كويس، وادي شكل برطمان اللفت. شكله جميل طبعا ويفتح النفس. يا رب الوصفة تكون عجبتكم واشوفكم على الف الف خير.